مرحبا بكم مستمعينا في حلقة اليوم من كل وت معا، حلقة نخصصها لفاكهة لذيذة جدا موجودة في السوق هذه الأيامات، رخيصة وفيها أنواع كثيرة جدا. اليوم كلامنا على الخوخ أو الدراق، اسم فارسي من رغم من أن الأصل ديالو صيني، يحتاج لمناخ معتدل باش يعطينا مكونات غذائية لا تعد ولا تحصى. اتفق معي سي نبيل عياشي؟ صباح الخير سمير، واش سميتو باللغة العربية؟ الدراق. اييه. ما عرفتش الشكل ديالها اكزاكتومون، ولكن تكتب هذه الحروف. الدراق، وهو اسم فارسي لكن الاصل ديال الفاكهه جاينا من الصين. داكور. عمرني ما عرفت تسمي باللغة العربية. ماشي ما تتباعش بدرب غلف. هذه وارد. فعلا فالخوخ هو تعتبر من بين الفواكه ديال فصل الصيف. هو تمتاز انه كما تنعرفوا فيه نسبة كبيرة من الماء، نسبة تفوت 50% ديال الماء، وبالتالي فهو فيه نسبة مهمة ديال الفيتامينات اللي هي مذابة في الماء. وهذه الفيتامينات المذابة في الماء على رأسها كاين هناك الفيتامين سي. فالفيتامين سي اللي كاين في الخوخ تيشبه البرتقال، قالوا لي في الانترنت. ياك تشبه سي جوجل قال لي انه تيشبه البرتقال. تيشبه البرتقال فعلا، يعني ودا يمكن حتى في اللون تيشبه البرتقال. فالخوخ هو يعني قليل السعرات الحراريه، ما فيش سعرات حراريه بشكل كبير، وبالتالي فهو مهم بالنسبه للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال السمنه. لماذا؟ لانه بما ان فيه سكريات، في نسبه كبيره من الماء، في الياف غذائيه، وبالتالي فمباشره من غادي يتناولوا خوخه ولا جوج تيحسوا بانهم شبعوا، ما تتبقاش عندهم رغبه في الاكل، وبالتالي نقدروا نسميوه انه سي ان كوب فان ناتورال، يعني تيحبس الشهيه، وهذه نقطه اللي هي ايجابيه. فمنين تنبغيو نشوفوا يعني القيمه الغذائيه ديال الخوخ، الا خدينا تقريبا خوخه اللي فيها تقريبا، الا كانت خوخه موين غيكون فيها واحد 100 غرام، فتقريبا عندنا 40 سعره حراريه، وبالتالي فقلت ان ما كاينش سعرات حراريه كثيره، ما فيش بروتينات، ما فيش دهنيات، فيه فقط سكريات، تقريبا واحد 10% ديال السكريات و2% ديال الالياف الغذائيه. هاد المكونات ديالو اللي كاينين، المكونات اللي كاينين في الخوخ، فهو فيه مضادات الاكسده بشكل كبير، وبالتالي هو تيقي الجسم ديالنا من مجموعه المشاكل، وخصوصا مهم بالنسبه للجلد ديالنا. فيه كذلك فيتامين سي اللي قلنا قبيله ان فيه فيتامين سي، فيه الفوسفور، فيه النسبه لا باس بها من الحديد وكذلك النحاس. فالخوخ الاستهلاك ديالو بطبيعه الحال بما انه جا في فصل الصيف، فاحتواءه على نسبة لا بأس بها من السكريات ونسبة مهمة من الماء، هو يعتبر من بين الأغذية ديال الفصل الصيف اللي هي منعشة، اللي بغينا نقولوا بهذا الاسم هذا، يعني أنها تتحيد لنا الإحساس بالعطش، وكذلك أنها تتحيد لنا الإحساس بالعياء. علاش؟ لأن هذيك السكريات اللي فيه، لأنه هو أحادي التركيبة، يعني ما فيش بروتينات، ما فيش دهنيات، فيه فقط سكريات، وهذه أغذية تسمى أحادية التركيبة الغذائية، يعني المكونات الطاقية تكون فيها غير واحد، ما فيها جوج ولا ثلاثة. أشنو فاش تيفيد هذا الشيء؟ هادشي تيفيد على أنه الهضم ديالو تيتم بسهولة وتيتم بسرعة، يعني أنه ما تيطلبش وقت كبير باش يتهضم، هذه النقطة الأولى، وما تيطلبش كذلك مجهود كبير باش يتهضم، لأن كاين فرق ما بين المدة وما بين الطريقة ديال الهضم. لأن كاين أغذية اللي تتكون فيها سعرات حرارية بشكل كبير، لأن عملية الهضم تتم على حسب جوج ديال الأمور، أولا على حسب الحجم ديال الأغذية اللي دخلنا، وثانيا على حسب السعرات الحرارية اللي فيها، أو لا على حسب يعني كيف ما قلت الكمية. مثلا إلا خديت غذاء اللي الكمية ديالو مثلا فيه 50 غرام والسعرات الحرارية ديالو هي 200 غرام، 200 سعرة حرارية، غيتهضم صعب من واحد اللي فيه 100 غرام وفيه غير 100 سعره حراريه، او لا العكس. اذا كانت الكميه قليله عاوتاني الغذاء غيتهضم بسرعه. فهاد الاغذيه اللي ما فيهاش سعرات حراريه بشكل كبير، وحنا شفنا بان الخوخ يعني كل 100 غرام ما فيهاش فيها تقريبا 40 سعره حراريه، واحتواء المكون غذائي طاقي واحد تيخلي على امل ان عمليه الهضم
تدوز بسرعه، وبالتالي الجسم يستفيد بسرعه من هذيك السكريات اللي فيها، اللي هي سكر الفواكه اللي هو سكر سريع، وبالتالي تدوز الرساله مباشره للخلايا الدماغيه بان كاين هناك ارتفاع نسبه السكر في الدم، وبالتالي ما تبقاش عندي ذاك الاحساس بالجوع. وهذه نقطه اللي هي ايجابيه، ونقطه اللي هي مهمه وضروريه ومفيده، وخصوصا كذلك في فصل الصيف وخصوصا في رمضان، لان في رمضان تنعرفوا بان ملي تنجيو الوجبه ديال الافطار تيكون فينا واحد نسبه الجوع كبيره. هذاك نسبه الجوع هي المشكل، لان شحال ما بقاش فيا الجوع شحال ما غنحبس من الماكله، وبالتالي فالتناول ديال الخوخ في البدايه ديال وجبه الافطار من بعد الماء والتمر بطبيعه الحال، وهذيك الفتره ديال الوقت اللي غادي نعطيو 5 دقائق ونكملوا، فملي غناخذ مثلا الخوخه هي غتهضم بسرعه، غترفع لي نسبه السكر في الدم، وبالتالي ما غيبقاش فيها الاحساس بالجوع بشكل كبير بحال الا ما خديتش هذيك الفاكهه وخصوصا الخوخ. فالخوخ يعني كذلك احتواء على المضادات الاكسده يعتبر بين الاغذيه المقاومه والمضاده للسرطان، وخصوصا تنعرفوا ان هذه اغذيه اللي تتبان في فصل الصيف اللي اللون ديالها برتقالي او الاحمر. هذه هي الخاصيه والمزايا ديال الاغذيه اللي تتبان. غير الانواع راه كثروا علينا السي نبيل العياشي، فما بين الخوخ البلدي، الخوخ الرومي اللي بيض من الداخل، اللي صفر من الداخل، الكبير الصغير القاصح اللي رطب. شنو اللي نختاروا، شنو اللي نفضلوا احسن للصحه ديالنا؟ انا دائما مع تشجيع الاستهلاك ديال المنتوج المحلي المغربي. اذا الخوخ البلدي، الخوخ البلدي بطبيعه الحال كاين كيف ما شرتي هناك انواع عديده، هالخوخ هالشهديه هذه تقريبا نفس القيمه الغذائيه، غير هو دائما نمشيو المنتوج الغذائي المغربي، لان على الاقل غنكونوا مأكدين بان ما فيش مواد كيميائيه بشكل كبير، بان طريق، لان الحمد لله في المغرب راه باقي كاين، الحمد لله باقي كاين البيو. سؤال سي نبيل العياشي، واش ما بين الفاكهه اللي المذاق ديالها حامض وفاكهه المذاق ديالها حلو كاين اختلاف في غذائي فيهم؟ يعني بحال دابا خدينا خوخه المذاق ديالها حامضه وشويه قاصحه، وخوخه حلوه ورطبه، نعم، واش غذائيا كاين اختلاف؟ الوغ هنا قلتي جوج الحوايج، واش قلتي حامضه وقاصحه حلوه ورطبه. الوغ شحال ما الفاكهه طابت شحال ما الحلاوه ديالها تتزاد. هكذاك يعني شحال دونك راه هي يعني شحال ما تزيد تتنضج شحال ما نسبه السكر فيها تترتفع، وهذيك يعني اللي تتكون قاصحه لان باقا ما طابتش مزيان. شحال ما طابت مزيان شحال ما نسبه السكر فيها ترتفع والمذاق تيكون حلو. شحال ما خديناها قاصحه خضراء شحال ما تيكون المذاق ديالها حامض، يعني ما فيهاش نسبه السكر. شنو الافضل للصحه ديالنا؟ وبطبيعه الحال يعني ما تقولش هي حامضه وقاصحه. واش الافضل الصحه ولا اللي تعجبنا؟ لا، الافضل الصحه اللي تعجبنا راه باين. لا بطبيعه الحال خاص الفاكهه طيب على خاطرها وتوصل لدرجه النضج ديالها الكافي بطبيعه الحال، ولكن ما تيعنيش ان ناخذوا خامجه. فوالا هذه النقطه الاولى، ما خصهاش تكون خامجه، ولكن يعني حيت بحال دابا انا شخصيا تعجبني يكون هذاك المذاق ديال الحموضيه. الاذواق طبعا تعجبني، ما تعجبنيش تكون طايبه بزاف. انا تعجبني في التفاح، تعجبني التفاح ديال يكون حامض، يكون فيه هذيك الحموضه، تيكون مية وقاصح. هذا تيكون في التفاح تيكون محبب اذواق، ولكن الاهم في الشيء هو الاستهلاك ديالو. يعني هو الاستهلاك الخوخ سواء بطبيعه الحال ما خصهاش تكون خضراء، يعني انك اكيد ما خصهاش تكون باقا خضراء بزاف كاع، يعني قاصحه وحامضه كاع، تكون تنقولوا حنا بالدرجه ديالنا نص طياب حتى الطيبه كامله، هذا ماشي مشكل. غير المهم هو الاستهلاك ديالو، لان هذه الاغذيه اللي تتبان في فصل الصيف راه ماشي غير تبان في فصل الصيف، كاين هناك علاقه ما بين الاغذيه اللي تتبان في هذا الفصل هذا ديال الصيف وما بين المشاكل اللي تتبان في فصل الصيف، وخصوصا المشاكل ديال مستوى الجلد. وبالتالي فالتناول ديال هذه الاغذيه واولا تيجيب لي نسبه مهمه من الماء، وهذا تيغذي الجنس ديالي بالماء باش يوقع اون غيدغاتاسيون لو كور كامل، بالاضافه للمكونات اللي فيه. حنا شفنا بان فيه المضادات الاكسده وفيه فيتامين سي، وهي تعتبر من المكونات الغذائيه اللي مهمه في فصل الصيف اللي باش تحافظ لنا على المشاكل على الجلد ديالنا من المشاكل اللي تقدر تصيبو نظرا لتعرض اشعه الشمس. واضح. واحد السؤال سي نبيل العياشي، عمرك خديتي من عند مول الزريعه الخوخ يابس؟ لا تحت باقي صغير. كاين مشماش يابس؟ كيفاش كنت باقي صغير؟ كنت باقي صغير. انا شارفه عليك. مي كان تيتباع الخوخ يابس.
نعم لا عمري ما كليته. الخوخ يابس هو تنتسال علاش ما بقاش تيتناولوه الناس، ما بقاوش يشريوه الناس. الجديد تيكون محمض شي شويه، تيكون يابس، والجديد دابا ما بقاش. ماشي غير انا اللي ما تناكلوش، شحال ديما مشيت عند مول الزريعه في الحقيقه. لكن الا كان متواجد فيا ريت الناس يرجعوا لهاد العادات هذه. تنشوفوا الزريعه، تنشوفوا الحمص الكاوكاو، ناخذوا شويه المشماش يابس، نشريو حلوه ناخذوه مشماش، شويه ديال النبك، شويه ديال الخروب، وشويه ديال الخوخ يابس. لما لا، هادو كلهم كانوا تيتباعوا عند مول الزريعه. النبك عاقل عليه، النبك عاقل كنا تنشريوه، دابا ما بقاش. الخروب حتى هو ما بقاش، الخروب ما بقاش، والخوخ يابس حتى هو ما بقاش. على اي حنا غادي نمشيو نسافروا دابا، نرجعوا للور شويه. ما غاديش لا اليوم ما غاديش نرجعوا للور، ما غاديش نمشيو ما لقيتش بزاف ديال الاطباق اللي فيها الخوخ حاضر، لانه فاكهه تتبان في واحد الوقت وجيز ومن بعد تتمشي. هذه اولا، وثانيا التناول ديالها يعني اما تيكون فاكهه كما هي او العصير. القيس ان كرامبل، غادي نمشيو لونجلتير ان شاء الله ونصوبوا كرامبل. عجبني الكرامبل علاش؟ لان تنستعملوا فيه الفاكهه كيف ما هي، وطريقه الاستعمال ديالو سهله جدا، ويقدر يكون وجبه ديال السحور نستعملوها. المقادير سهله جدا، شدوها معايا. نحتاجوا 125 غرام ديال الدقيق، ياك نص رابعه ديال الدقيق، نص رابعه ديال الزبده، و100 غرام السكر. تقدروا تنقصوا منها شي شويه باش بوغ فيغ بليزير السي نبيله الياشي. وغنحتاجوا 400 غرام د الخوخ. هذا الخوخ 400 غرام، تقريبا نص كيلو. نقيوه ونديروه شرائح، 3 ولا 4 الخوخات، فوالا نديروه شرائح بحال هكا. اشنو غادي نديرو؟ غادي نرملوا هاد المكونات من غير الخوخ طبعا. غادي نرملوا الزبده والدقيق، نرملوهم ماشي نعجنوهم، يعني نخلطوهم باش تجينا عجين مرمل. نعم. نخلطوهم نرملوهم، يعني ما ندلكوهمش، غير بالطرف ديالنا نخلطوهم طرف يدين. تنزيدوا عليهم شويه السكر على حسب الذوق. نحاولوا نقصوا من هذيك 100 غرام ياك في هذيك الانيه اللي غادي تدخل الفران. تنفرشوا الخوخ هو التحتاني، داكوغ ياك، وتنحطوا فوق منه هذا العجين المرمل هذا اللي فيه نص رابعه ديال الزبده، نص رابعه ديال الدقيق، و100 غرام السكر. تندخلوا كل شيء للفران مده 30 دقيقه ونخرجوا. نقدروا نديروا انيه كبيره، كيف ما نقدروا نديروا اواني صغيره بحال دي غامكان صغيورين اللي يتناولوا بشكل فردي. لذيذ جدا، هو كرامبل بالخوخ. بالصحه والراحه. نتلاقاو غدا ان شاء الله مع كل معا اخر، والسي نبيله الياشي. الى اللقاء. كل معا.